انت مش شحات يا ابني، انت مليونير. انت نزلت قلبت الماتش وخد جايزه المباراه، وكمان ديانج كمان نزل وقلب المباراه. ودي كانت احلى حاجه عملها عماد النحاس النهارده. كان مركز جدا هو برده. تغييره احمد عبد القادر كانت عجباني قوي. التحكيم بقى، التحكيم بين الشوطين قعدتوا تقولوا ده بصوا بقى التحكيم العادل، وادي الاهلي بيبص بيعمل ازاي مع التحكيم العادل. يا جماعه قسما بالله التحكيم، انا ما يعني انا مش حافظ قوانين، بس انا كنت حاسس ان الفار ضد الاهلي في اي حاجه. الفار والتحكيم والمحكم بتاع الساحه كمان، يعني 4 دقايق عشان يعيدوا ضربه الجزاء، وفي 3 ثواني حسبوا ضربه جزاء على الاهلي. والشوط الثاني زي ما يكون بقى ايه، يعني حد كلمه قال له لا انت كده مع صف الزمالك جامد، وكره ضربه الجزاء بتاعت حسين شحاته ما كانتش اتحسبت كان هيبقى كارثه سوداء يعني. فالتحكيم برضو يعني كان تحكيم علينا وسوء حظ علينا، بس الحمد لله ان الامور عدت على خير. فكانت الاجواء النهارده تحس ان الماتش مش بتاعك، بس برضو عامل حسابك ان الاهلي هيعمل حاجه. النهارده لعيبه الاهلي كانت بتلعب حلو جدا. ما كان في شويه تعليقات بسيطه هنقولها لكم، بس اللعيبه النهارده لا كانت حاسه بالماتش، كانت عايشه الماتش. بل بالعكس ان الزمالك ما كانش بيلعب. يعني الزمالك اول ما بدا الماتش عمل هجمتين وبس، على كده رجع ورا. واللياقه يا جماعه، اللي كان متابعني واللي متابعني هيفهم كلامي. انا قلت ساعتها يا جماعه عماد النحاس لو لعب على اللياقه الموضوع هيفترق، الموضوع هيختلف جدا جدا جدا. عمر كمال يعني ما يعني اقول ايه طيب، يعني ما يلعبش في الاهلي. عمر كمال واحمد كوكا. احمد كوكا الميزه الوحيده اللي هو يعني لو دورت على جيبه هتلاقوا الفينا ده اللعيب اللي كان عاملين بيه طالعين بيه السما. انتوا طالعين بالسما بلعبتكم، واهو اهو كل مره بتنسى وانا اللي بفكرك مين الاهلي ومين انتوا. فالفينا النهارده كان في جيب احمد كوكا، بس برضه يعني في حاجات كده احمد كوكا بيعملها. انا كان كل تعليقي برضه على حاجه تانية، ان تريزيجيه انا بحبه يباصي، انا عايزك تباصي. وبرده كل ضربات جزاء انت اللي بتشوطها ما فيش مشكله عشان زيزو مش موجود، بس لو زيزو موجود نتمنى ان زيزو هو اللي يشوطها. لكن ضربات الجزاء بتاعت تريزيجيه يعني فهمني انت اكيد. فالحمد لله يا جماعه الاهلي النهارده ولعيبه الاهلي النهارده، وكان كل جمهور الاهلي النهارده يا جماعه احنا رجعنا، احنا موجودين. ما تقعدش بقى تقولوا احنا في المنطقه الدافئه والدوري مش عارف ايه. احنا دلوقتي انت ركبك بتخبط. نفوز ان شاء الله على كهربة الاسماعيليه ونصعد الاول، وبقى احنا والبيراميدز كده ايه بنسقسم مع بعض الدوري. لكن الماتش النهارده بدا بروح رياضيه حلوه قوي، وقناه نادي الاهلي عملت مبادره بالروح الرياضيه الحلوه دي، ومفيش مشكله خالص. احنا دايما بندعي او بنقول يا جماعه لو سمحتوا جملوا اليوم بالروح الرياضيه. في مشهد جه النهارده ما عنديش حقوق ملكيه ان انا انشر المشهد ده، ان هو بدا جمهور الاهلي وجمهور الزمالك يرموا على بعض بالازاز في اخر الماتش. يعني دي ممكن تكون اجواء برضو ايه، يعني اللعيبه متضايقه، جمهور الزمالك متضايق وكده، او في مناوشات حصلت. بس برضو عايزين نركز على الروح الرياضيه والتحفيل. واجب جدا يا جماعه ان احنا نحفل ونهزر مع بعض. انتوا زملكاويه اخواتنا مفيش اي حاجه. والف مبروك للنادي الاهلي. اراك ضحك.